الاستلام افضل من الاستسلام. انا مهندس سيد عيسى وجاي افيدك في مجال الدواجن. اول ما عربيه الكتاكيت توصل في حاجات مهمه لازم تاخد بالك منها. اول حاجه اتاكد ان العربيه مقفوله بسيل امان ورقمه مكتوب في البوليصه اللي مع السواق. طابق الارقام وافتح السيل بنفسك. تاني حاجه اتاكد من درجه حراره العربيه انها زي درجه حراره العنبر وما يكونش في فرق بينهم من 2 ل 3 درجات بالكتير. تالت حاجه افتح وشوف قبل ما تستلم، وخلي بالك ان نسبه النفوذ في الكرتونه ما تزيدش عن 1%، والكتكوت يكون واقف وعينه لامعه وصوته واضح. الكتكوت اللي ساكت زياده يعني فيه مشكله. مرر ايدك على الزغب، لو لقيته ناعم ومرن والجلد صحي وما فيهوش جفاف يبقى الكتكوت تمام. اختبار السره مهم. السره تكون مقفوله وناشفه وما فيش بروز ولا رطوبه اكتر من 5%. سره مفتوحه يعني مشاكل بطن وهضم قدام. بص على البطن، لو كبيره يبقى كيس المخ كبير، والكتكوت ده نموه بطيء ومش هيجيب وزن. وزن الكتكوت لازم يكون في الرينج الطبيعي للسلاله، وفرق الوزن بين الكتاكيت ما يزيدش عن 10% عشان قدام ما يعملش معاك مشكله في توازن النمو. من الاخر، سر من اسرار نجاحك هو استلام الكتكوت. لو مظبوط دورتك هتبقى سهله ومريحه. الكتكوت ما بيكذبش، هو بيقول لك كل حاجه من اول لحظه. استنوني في حلقه جديده من سلسله صناعه الدواجن. تابعني عشان تتعلم اكتر وتعرف خبايا واسرار الصناعه.